فيلم معلمة العلوم الطبيعية، فيلم إيطالي أنتج عام 1976 من بطولة ماركو جيلارديني وألفارو فيتالي وليلي كاراتي. فيلم كوميدي جميل ورائع، حيث بتدور أحداث الفيلم عن معلمة جديدة في مدرسة ثانوية، وتتعرض للكثير من المتاعب بسبب الطلاب المشاغبين والمفتونين بجمالها. وبيبدأ فيلمنا بقدوم المعلمة ستيفانا ماريني إلى مدرسة الطلاب الثانوية بعد تعرض المدرسة القديمة لحادث، وبتقرر إنه تسكن بمنزل عائلة طالب عندها وهو أندريا. والمسكين أندريا هو بيشوفها وبدوب بجمالها. معذور يا جماعة. وبيصير هو وصديقه بيبينو بيلاحقوا هالمدرسة الجميلة وبيراقبوها بغرض رؤيتها بمختلف الوضعيات. المهم، وبيكون في دكتور نسونجي وغبي بنفس الوقت، كمان هو مفتون بستيفانا وبيصاحبها فعلا. وهون بيجن جنون أندريا وبتشتغل الغيرة جواته، وبتصير ستيفانيا ميالة لأندريا وبنفس الوقت حابة تتجوز الدكتور وتستقر. وبتصاحب أندريا وبتقيم معه علاقة، بس بالنهاية بتتجوز الدكتور وبترك له قرون، حيث بتضل محافظة على علاقتها بأندريا، يعني ساعة لجوزها وساعة لصاحبها يا حبيبي. وبيخلص فيلمنا هون ودمتم سالمين.